صباح الخير. النهارده هنعمل اصابع زينب. هي مش محتاجه حاجه خالص، ولا لبن ولا زبادي ولا اي حاجه. كل حاجه احنا هنيجي نعملها شويه دقيق، نقول مثلا كوبايتين دقيق مع معلقتين سمنه كبار. وفي ناس بتحب ان هي تبقى سمنه وزيت مع بعض، ساعتها انت هتجيبي معلقه سمنه واحده كبيره ومعلقتين زيت، بتقلبي كله مع بعضه. وبعد كده بنحط شويه خميره، مش كتير. وبعد ما بنيجي نعجنها بنسيبها تخمر. انا هوريكم دلوقتي الحاجه بتتعمل ازاي. طبعا ده بيبقى شكلها تمام. هو ما بيبقاش طبعا دقيق بس، هو بيبقى فيه سميد ناعم، تبقى سنه ملح طعام وشويه سكر، كل ده بيبقى محطوط مع بعضه تمام. وبعد كده احنا بنيجي نحط السمنه والزيت والخميره. هاجي اعجن قدامكم وبعد كده نيجي نشوف شكلها. وما تنسوش يا جماعه الميه الدافيه لما تيجي تعجنوا. وبعد ما انا ما جيت حطيت ده كله، علشان اخليها بعد كده عجين لازم احط ميه دافيه، ما ينفعش تحط ميه عاديه. ده كده شكلها بعد ما حطينا الميه الدافيه. نفضل نعجن كده لحد ما تبقى سلسه في ايدك. ما بيبقاش طبعا في اي حاجه فيها في الطبق، عشان تتاكدي منها ان هي كده كويسه. ونسيبها تتخمر ساعه الا ربع، وبعد كده بنيجي نعملها بقى بالشكل بتاع صباع زينب. طبعا انتوا كده بقى شايفين شكلها ازاي بعد ما خمرت. بسحب حاجات بسيطه، شايفين الكرة بتبقى عامله ازاي. باجي اعملها كده حاجه صغنونه خالص كده، وبنيجي نحط، عشان بعد كده لما هنيجي نعمل الشكل بتاع صباع زينب هوريكم بيتعمل ازاي عشان تطلع بالظبط. انا خدت كوره وفردتها تمام، وباجي الفها وبسحبها بالطريقه دي. بصوا طالعه الشكل ازاي تمام. بحطها كده وبعمل المجموعه بتاعتي، عشان احنا طبعا الزيت على النار دلوقتي. مجرد ما احنا بنيجي نخلص بنيجي نحمرها. انتوا كده شايفين الشكل بيبقى طالع ازاي. دلوقتي احنا بقى هندخل نحمر واوريكم الشكل النهائي. احنا كده حطيناها اهي. دلوقتي هتاخد بس اللون الذهبي، وبنيجي نقلبها لحد ما تيجي تكمل، وبعد كده نحطها في الشربات. كده طلعناها وحطيناها في الشربات وقدمناها، وبالهنا والشفا.